الدنيا محترقة بين إيران وأمريكا، وناس تفجر ناس بالصواريخ. 2000 قتيلا في إسرائيل حتى الآن. وكل هاي الصواريخ تعبر من فوق العراق، وقصفوا مطار أربيل ومنطقة المشاريع بالأنبار. أولية. نقلا عن مصدر أمني عراقي للتلفزيون العربي يقول بأنه 3 ضربات استهدفت مخرات فيصل حزب الله بمنطقة المشاريع في القائم في غربي الأنبار. زين، احنا شنو موقفنا بهاي الهوسة؟ وهل عندنا صواريخ كافية نقدر نعتمد عليها؟ من خلال بحث الدقيق قدرت أعرف معلومات عن صاروخ واحد، الصاروخ OM.LOL1. بوليس علي بابا. الصاروخ اللي يفتخر به كل العراقيين. من مميزاته تحركاته السريعة اللي تساعده بمراوغة مضادات صواريخ الأعداء، وحجم تفاصيل جسم الصاروخ اللي تسبب دمار عنيف بالمنطقة اللي ينفجر بيها. وأكيد نقدر نعتمد على هذا الصاروخ اعتماد تام إذا صار هجوم علينا، لأن أصلا ما عندنا غيره.